بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن المسيح عبد الله ورسوله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ونصلح نيتنا في كل صلاة الكريم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم وأشهد أمام الله أن لا أحبكم جميعا في الله. أبشركم بأن أخت كان الإسلام أخت قبطية أعتقد هي معانا من 3 أسابيع فقط أو أقل. هي هتقول إن شاء الله هنسمع منها. الأخت الكريمة أخت جيسس هتاخد المايك وتقول الألف. هتقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن المسيح عبد الله ورسوله. الإخوة يكتبوا الشهادة على الفيس. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن المسيح عبد الله ورسوله. تفضلوا المايك معك نسمع منك إن شاء الله. متشكرة جدا أستاذ وسام. أنا فرحانة جدا، فرحانة قوي. متشكرة لكم كلكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. متشكرة أوي، ربنا يخليك. متشكرة أوي، متشكرة. أشكرك يا رب، الحمد لله. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. متشكرة لكم كلكم، متشكرة لكم كلكم بجد. أنا فرحانة جدا. مش عارفة إن في حد فرحان في الدنيا كلها قد. متشكرة جدا يا أستاذ وسام، متشكرة لكم كلكم. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت الكريمة الفاضلة يا ريت لو تقدري تحفظ صوتك مع الغرفة وسبب إسلامك. ممكن المايك مع حضرتك يا ريت عشان الإخوة تستفادوا والنصارى يستفادوا. اتفضلي المايك معك. المايك معك، اتفضلي خد المايك. ايوه هي سجلت الكلام، مسجلة قصة لان هي كان المفروض تيجي امس. سجلته لان الانترنت عندها ضعيف. سجلته والتسجيل مع اخونا سلفي وبعتولي على الخاص. كملت. يا ريت لو يكون حي افضل يا اختي. يا ريت الافضل الاخوة يسمعوا منك يبقى افضل. صح يا اخوة؟ اما يكون كلام مباشر حي يبقى افضل يا اختي. مش لازم بالظبط يعني اتكلمي كده بتلقائية ما عندك افضل من التسجيل. اتفضلي يا اختي. المايك معاك، قولي على قد ما تقدري. اتفضلي. السلام عليكم. انا سبت لك المايك يا اختي. اتفضلي خدي المايك وقولي ما عندك على قد ما تقدري. اتفضلي. الو، الصوت واضح كده؟ الصوت كده واضح؟ اوكي. انا بقول يعني ان انا فرحانه فرحه يعني ما حدش يحس بيها الا انا. حاسه ان انا اسعد واحده في الدنيا بجد. الو، سامعني كده؟ كده الصوت مسموع؟ اوكي طيب. انا حبيت ان انا اشكر ربنا كده على العام كده هو يعني عشان اعوض الكلام اللي انا كنت بقوله عنه والكلام اللي كنت بقوله لكم على العام وعلى الخاص، واعوض كل الكلام اللي انا كنت بقوله على سيدنا محمد. بجد اتكلمت كلام وحش جدا في حقهم بجد. فهحكي لكم قبل كده عن نموذج انا اتعرضت له يعني في المواصلات وكده. البنت المسلمه اللي حكيت لكم عنها من كام يوم اللي شفتها بتقرا القران في الترام لصاحبتها وكله سامع وكلنا سامعين ومحدش يتضايق ولا حد يستنكر الكلام.
ممكن يعني احنا كنا قاعدين في الترام في المحطة في العربية بتاعت الستات. احنا عندنا عربية لوحدها مخصوصة للستات، فدي قرت براحتها يعني كده وكله بقى يسمعها. فانا يعني بقيت ابص لها كده واستغرب، قلت هو انا اقدر اعمل زيها كده؟ انا اقدر امسك كتابي المقدس كده هو بشجاعة واقراه قدام الناس ديت من غير ما حد يفهمه غلط؟ اقدر اتكلم بشجاعة كده زيها؟ بقيت ابص لنظرات اعجاب الناس ليها واقول يعني انا ممكن امسك الكتاب المقدس بتاعي واقرا كده زيها والناس تعجب بكلامي وتقول يا سلام على كلام ربنا، ده كلام ربنا ده جميل. وافتكرتكم ساعتها، افتكرت كل الكلام اللي انتوا قلتوهولي هنا اهوت على الروم، على نشيد الانشاد وعن مجموعه من الاطفال، وافتكرت كل الكلام اللي بتحاوروا فيه. حتى يوميها مش فاكره مين من الادمن بينا قال لي روحي البيت واقري نشيد الانشاد مع باباك، يقول له تعالى يا بابا نقرا مع بعض نشيد الانشاد وكده. انا ما عملتش كده وكبرت دماغي، قلت سيبك منهم يعني دول سوري يعني، قلت دول جهله ما يعرفوش حاجه وما يعرفوش حاجه من التفسير وعايزين وخلاص يشككوكي في دينك، عايزين يشككوكي في دينك بس، فايه يا بنتي ما تسمعيش كلامهم وخلاص خليكي في حالك. لكن بصراحه يعني اول ما شفت البنت دي كلامكم على طول جه في دماغي وافتكرته على طول. قلت لا انا لازم اقلد البنت دي. طلعت كتابي من الشنطه، كنت لسه راجعه من الكنيسه، كنت بسال ابي على حاجه في الكنيسه، قلت اقلدها اعمل زيها. اول ما طلعت الكتاب قدام الناس كده حبيت اقلدها، ما قدرتش بجد، ما قدرتش خالص يعني. فتحت كده والكتاب كنت مخططه على شويه حاجات كنتوا متكلمين معايا فيها، حاولت اقراها ما قدرتش اقراها، لقيت لساني مربوط واتخرجت كده وقفت في مكاني اتسمرت، ما قدرتش اتسلم، ما قدرتش اعمل زيها، بقيت عيط. بس ده اللي نزل عليا عياطه بس بقيت واقفه في مكاني كده وبكلم يسوع اقول له ليه كده يا يسوع تحطني في الموقف ده؟ ليه كلامك يحرقني بالشكل ده؟ ليه ما اقدرش اقراه قدام الناس كلها كده؟ ليه اخاف لحسن يفهموك غلط؟ ليه اخاف انهم يفهموا كلام ربنا غلط؟ وليه كلام ربنا اصلا يتفهم غلط من اصله؟ ليه المفروض كلام ربنا يخش على القلب على طول؟ يعني كلام ربنا طالع من روح ربنا، كلام ربنا يطلع من الروح، المفروض يخش على الروح على طول من غير اغلاط ومن غير كسوف ومن غير حرج ومن غير ما استنى ان انا افهم الناس ديت معنى الكلام اللي بقوله ايه، لان ده كلام طالع من الروح لازم يخاطب الروح. ما قدرتش اعمل كده وما قدرتش اقرا قدام الناس. خدت بعضي ورحت على ابي في الكنيسه وقلت اساله على اللي بيحصل دوت، يعني يشوف لي حل، يعني ايه الاحساس الغريب اللي انا فيه دوت، انا مش عارفه انام.